بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وحكى صدح بحني ثمامة بن أصال هي قصديسة وعن مشك قلينا أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب كرير أنصاري يدفن وهل كدكي سيدفن تحت أسوار القسطنطينية. dagaal waayo oo meesha magaalada Qasriya lagu qaaday aswaarteedii hoosteeda ayaa ninkan lagu duugay Abu Ayyub hada midkan as-sahabi al-jalil wa sahabi sharaf leh yud'a wa hallo yiraahda ama lagu magacaaba Khalid bin Zayd bin Kalb bin Kulayb min bani Najjar ayuu ka ahaa amma kunyatuhu كنيديس إلى ليس فأبو أيوب أيا ليرهدا وأما نسبته ما شلون نسبه وكسو جيدنا فإلى الأنصار أنصار تحقوا ذوايا ومن منا يا نغمتأه انت معشر المسلمين مسلمين معشر تأهل ولا يعرف أن كسين أبا أيوب الأنصاري أبا أيوب الأنصاري يا نغمت أقول معناه للا أقول ويا معها كان أبو أيوب ليلة فقط رفع الله إلهي وحكرك قاضي في الخافقين غرض قافقين معناها وشرق إيا غربي بري إيا قلبات أدون كورطان أيو إلهي كرك قاضي ذكره شرفتيسه وأعلى وحموجي إلهي وككر قاضي في الأنام مخلوق أن قدره شرفتيسه حين وقته اختار وقدرت إلهي بيته قرقي سئنه النقضاء من دون بيوت المسلمين مسلمين تقريه هذا سكده هذا جميعا دمانتوت لينزل سؤدق فيه قرقي النبي الكريم نبي شرفت لها لما حل مركو قلي في المدينة مقالة المدينة مهاجرا أسقوا مهاجر أهنبك أي قرقي سدقي وحسبه وحأغفلا بذلك أرنتا فخرا فان ضمبا فخر إيفان انتا سأغفلا ولنزول رسول الله ولنزول الرسول رسول كدقيدي صلوات الله عليه في بيت أبي أيوب دقي قصة أياكو جرت يحلو قرش بضا تردادها ورتان كذا ويلذ معان بضا تكرارها سعر العليدين شاكي هدي الله صلى الله عليه وسلم معانسنا يقرش بضا أي كجست قصدي دقيتان كقرقيسة ذلك أرنتنا وحي أهيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة مركي مقالة مدينة وقاري تلقته وحول كل مي أمسود ويسي أفئدة قلوب أهلها كيد قلوب تودا بأكرم ما شيطان أغشرف بضانو يتلقى به الوافد لولا كل منين وافد أما وفد سيدا الأسود ويسي سيدا أغشرف بضان أي أسود ويسي قلوب ترير مدينة وتطلعت إليه وحاثير سنة يحقي سعيونهم إنه تبثه أيقو كردايي شوق الحبيب للحبيب أهلوه إلى حبيبه أقبه للحبيب حبيب كيس هلو يشوق أقبه صاص إنه أقصوا دويين وفتحوا له وحي أفر غير مدين النبي قلوبهم قلبي الكوذا ليحل منها إنو كدغو في السويداء سويداء ماشي الأدخار سويداء القلب وحل إذا شيء إلا ظن المامين أردت قلبك بوص لقدقه ماشا سيكدجين قلبك وأشرعوا أي فتحوا وحي أفر له رسولك أبواب بيوتهم قريه ذا البابيس لينزل فيها إنو كدق نبيك أعز منزل كان أقوقي مهبطا لكن الرسول صلوات الله عليه قضى وحقوق مستيفي قضى مقالة قبل إذا وقرية تبعد عن المدينة نحو ميلين لبا ميل أي مدينة أجرتها أو من ضواحي المدينة مقالة مدينة جيسه ذا كمتأ أياما 4 أفر مع المطأ يقضى مستيفي بنا وحكتي خلالها قده هذا مسجده مساجد كيس الذي هو كاسو أول مسجد مساجد كي أجهريئة أسس على التقوى الله كعبس له أساسي معناها مقالة المدينة مركو قالي انتو مقالة قده هذا قلين ضواحي إيجيس كي قباء يدقين لي ثم كبعد خرج منها وكصبح راكبا أصغر صارا ناقته قذيب كيسة
فوقف وحكو استاغي سادات يطرب فوقف وحيسو استاغين ده سادات يطرب وديالكو في طريقها طريق إذا أي استاغين كل متكست يريد وحربي أن يظفر إنه كل بانو بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته دقيتانك النبي قرقي سؤود دقو شرف إنه كيشو تاسو مركا ربي وكانوا وحي أهايان يعترضون كو أصوبا بح أضياشي الناقة عشا نبيك سيدا إثر سيد أضي كالضنبايا معنا أضياشي قبيلة ماشا استاقي مركي ناقضي عشا نبيك صوص عفتك عنتو أتاقا سيد كان هضي دابط ككلا أيها هدنك عنتو أتاقاي ويقولون وحي دهيين أقم عندنا نلدك أتينا يا رسول الله رسولك إلهي في العدد والعدة والمنع انت ساقوهينا عدد ترى ايضا عدد وحياب الله قد يرقربه والمنعة هي الدفاع انت سلطان انا كاكوهيني نوسدك قضيك استاساسو دهي فيقول لهم وحوك دهي نبينا دعوها اسكتنا فحشان فإنها مأمورة من أمر وايه إلهي أيا أمري وأسأي إلهي ميشو فقيسيو أي دقي ساي ضعفوا دهي النبي صلى الله عليه وسلم وتظل الناقة هشي وحي قد شيء أما أي أهاتي تمضي إني أسيس عليس إلى غايتها هرتين تتبعها العيون إنه نساسي الراعيين وتخف بها القلوب وتحف بها وحاكوبي في هشي القلوب قلبيالك من والبائسي سوكتاغاي قلبي سأيو كفراي سي قرقي سأما أكتي سأفضي سطا فإذا جاوزت مركي قدبتب منزلا قري حزن أهله أهلكي قرق الله ومرقوناي وأصابهم اليأس قوصش أي أسيبيسي بينما وقت يشرق الأمل يدي الذي أي كتماتي أما أي أسعتي في نصوص من نفسيالكو ذو يليهم أي كحيقا كواس لقد بيوحي يقين سدين قراس إني أطماتي أو ذاتك كلا أو صعدا يشرق الأمل يدي الذي وحي أسو إفبحيسي في نصوص من ذاتك نفسيالكو ذو يليهم كوي لقد بيكحيقا وما ذلك كمزول الناقة هشي على حالها حالة ديراس هذه أساس إني كسعته والناس ضدكنا يمضون أي أسعنا يعني راعيان في إثرها رات كذا وهم أيضا يتلفهون أجعل شوقا هلو لمعرفة إني أغاذان السعيد مثل كل باني دون مانتا المحظوظ دافت أهلي دون إنه نبي قلدقو حتى بلغت إلا إيقارتي هشي صاحة برحق أو خلاء فاضئه عدلاء أو أمام بيت أبي أيوب الأنساري كتالا أبي أيوب الأنساري قرقي صبرحب بنانكي سكتالا أي استاكتي وبركت فيها ماشي سجل بجفتي ماشي سيفتيستي لكن الرسول عليه السلام لم ينزل عنها كمدقين مركي ماشي فتيستي وصارنا فما لبثت مطاهن أيضا أن وصبت وابود إسلام مركي وانطلقت ويتكتي تمشي أيضا صعنيسا وحال الرسول رسولكنا مرخ وأجل عناية لها أيضا زمامها وقان كان أؤدب عناية سيدي ماشي أي ربط أيضا أتكتو ثم كبعد ما لبثت مطاهن أن عادت إلي كسر نقطي أدراجها راد كذي هوري وبركت وحي فديستي في مباركها الأول ماشي مركي هوري اجل بجرستي عند ذلك مركا أكتي غمرت الفرحة فرحة أيا وحاكب سنتي فؤاد أبي أيوب الأنصاري أبي أيوب كأنصاري حبت كيس وبادرة وحقدك دقي إلى رسول الله رسولك إلهي صلوات الله عليه يرحب به أسقل سود وينايا وحمل وحقق عظيم متاعه ألابتيسا بين يدي هرتيسا وكأنما وحقم الإصابة يحمل إنه قاضنايو كنوز الدنيا أدونك كيف كأي حولها يالوطن كلها دمان ومضى به أولى آذاي إلى بيته بريسا كان منزل أبي أيوب وحوها يتألف متكوبا من طبقة أو فوقها علية كركذا قولتك لأي كتال فأخلى وحو أقسل بحيي العلية ماشي كر من متاعه ألابتيس أي قسل بحيي أبي أيوب ومتاع أهله لينزل سوء الدجي فيها كر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثر وحو كدرتي عليها كركذا الطبقة السفلى قيبتي هسه
فامتثل وفليي أبو أيوب لأمره أمرك النبي وأنزله وحدجي حيث أحب ماشي النبي جعله صلى الله عليه وسلم. ولما أقبل الليل هبينكي مكي لجارو هبينكي أصاقلي أو وأوى أو آذي أما أضمي الرسول رسولك صلوات الله عليه إلى فراشه جيف كيسا صعد أبو أيوب وزوجه وحي كورين إلى العلية ماشي كورين وما إن أغلق محرا عليهما قرقاضا بابها الباب كودي حتى التفت إلا أوفيري أبو أيوب إلى زوجته ناكتيسا وقالوا حجري ويحكي لبان تاذي ماذا صنعنا محان سميني وحلق في أي آن سميني معناها أن يكون رسول الله رسولك إلهي مية أسفل أصحاناي ونحن أعلى منه أنا نقول كيف من جوغينا أنا محي مقص عنينا فوق رسول الله رسولك كركيس صلى الله عليه وسلم ودن بك النصير ما كانت إحقلينا بين النبي والوحي نبي وحي ما كانت إحقلينا إن أنه إذا وقتك لهالكونا هو هلاك سمي أيان معي وسقط وحال ورد في أيدي الزوجين لبدي الزوجين وأبو أيوب إناكتي سقعمه هذا سقط وحال رجل تحيرا وندما معناها واشلا ينقفك مركو شلا يفرتقنينا وسقط في أيدي لبدي ذيك عمون الزوجين أيان لورد وهما لا يدريان أيقول أغين ما يفعلان وحي سميان ولم تسكن نفسهما نفسضوضك محسل بعض السكون حسلنا شقيق كمدأ إلا حين أنحازا إلا أي أول إحذان ماهاني إلى جانب العلية قولتي قردنا هذا الذي لا يقع أنكو آدنين فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقيس هي تجين ماشي يجيفتين مركاسا نفطوري وحوغا حسيسي والتزماه ماشي لازمين لا يبرحانه مكسو فلين ماشا إلا ماشيين أيقو كسعونايا على أطراف صولشة يفرها ماهاني متباعدين عن الوسط أيقو كفقانا يدحدحات كالنبي وكؤاديه فلما مركي أصبح أبو أيوب وبريستي قال للنبي نبي وحكير صلى الله عليه وسلم والله أيان قطارتي ما أغمض لنا جفن في هذه الليل ما اسكو انتقبن او ما انتقولن او مهر دنبو لجيدا هذا الليل لا أنا ولا أم أيوب أني أم أيوب لبضبا فقال عليه الصلاة والسلام رسولك وحودا ومما ذاك يا أبا أيوب محاد أرنت محاوي أبو أيوب قال وحودا ذكرت وحن حسوستي أني على ظهر بيت قولي كركي سئنا صارنا هاي أو أنت تحته أذي غوستي سأجوكتت وأني أنيق إذا تحركت حتى تخطقاقه تناصر إني كغصر دابت عليك قركاك الغبار بار فآذاك أنقضبه ثم كبعد إني أني وغدوت وحنك لدحق لي بينك وبين الوحي أبئي وحيك فقال له الرسول رسولك جوابي عليه الصلاة والسلام هون عليك يا أبا أيوب أبا أيوب أردت تبعي معناه وحدبها وأركن إنه محايا لي أرفق إنه شأني أرفق بنا أنا كفي عن بوضعي أن نكون في السفل إن الهوس أهانو لكثرة من يغشانا من الناس وهذا بنا نسو السلام لكثرة من بدنانت وذا يغشانا أي يزورنا نسوب وقنا أو من الناس دفك كملها إن يدفك كرسو قران وحق غفض طلق هوسنان أني بجناد سي دفك بضنك إسو السلام أي بغفض ذات قال أبو أيوب حدا هدنا فامتثلت وحنفلي لأمر رسول الله رسولك أمر كيس صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت هكي لجاري ليلة الباردة هبين قبو بدن فانكسرت لنا وحان نجد جرة أشور وأريق ماؤها بيه لي أيا وحقص قومي في العلية قولتي كره فقمت وان استاجي إلى الماء بيه أيا نو استاجني أنا إيا وأم أيوب وناكتس وليس لدينا من هيسرين وحان كترترنا إلا قطيفة قؤ مبسطة كنا آن أهين نتقدها قوة كسم يستلحا صندوبشو halgoon isku duubna keliyaan lahayn habeen qabow badanna waa jiray wajacalnaa waxaan gudagalnay nunshifu inaan ku enjejinayno bihaa go-aas almaaa biyihi khawfan anagoo ka cabsanaynaa min an yasila ilaa rasuulillaahi inuu hooro nebiga uu gaaro sala allahu calayhi wasalam
فلما كان الصباح صباحدي مركي لقاري حتى غدوت على رسول الله رسولك الله أصوى صلى الله عليه وسلم وقلت وحان إلي بأبي أنت وأمي هو يدي أبيه بغفرنا أذيك رسولك الله إني أكره وحان نعي أن أكون فوقك إن فركاك أهاضو وأن تكون أسفل مني إن ضغطين أهاضو ثم بعد قصصت وحان أشيغي عليه النبي خبر الجرة الشنك حال ديسا فاستجاب لي وإيقا أقول هذا مكة وصعد وحو كوري نبي إلى العلية ماشي كوري ونزلت وانسودقي أنا وأم أيوب إلى السفل أصيا بسودقلي أقام وحو كنا قاذي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب أودقنا نحوا وحده من 7 أشهر تضوى بلاد حتى تم إلا أطماضي بناء مسجده مساجد كيسي اسمه في الأرض قلقي لغلسي الخلاء برحد أهي التي قلقى صبركت فيها فديستي الناقة هشيسة ومشهدوا كدسي مساجد كنبيك فانتقل إلى الحجرات قول له سي أي أسل قوري نبيك التي أقيمت لغلسي حول المسجد مساجد كدن عيال كيسة له أسجئي ولأسواجه ناجه سبا فغدا جارا وحقول نقضي النبي جابوا النقضي درس لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين وكرا مبضا درس نقضا أو درس أي مركان نقضين وأحب أبو أيوب وحج على رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم حبا جعيل ملك عليه هنطي تحب ذي قلبه سئي ولبه عقله سبب وأحب الرسول الكريم نبي شرفت لها نوج على أسجن أبا أيوب حبا جعيل أزال الكلفة بابئي كلفة هي كلا دحقل فيما بينه وبينه لبضا دحدودا معنى ننك كره وحكلا دحقل يكلفة كؤا أن مركاجرين وجعله وحو يلي ينظر إنه أطفي النبي إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته إنه قرقي سوكله ومركايه حدث وحكشيكي ابن عباس رضي الله عنه قال وحيري خرج أبو بكر أي صابح رضي الله عنه بالهاجرة وقت هاجرة أي تهي هاجرة ونصف النهار ومالنت نسكير الظهر أي صابحي إلى المسجد مساجدك أي سؤالي فرآه أبو بكر وحقوقك مساجدك عمر رضي الله عنه ووقت إليه رجل لها فقال وحود عمر يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة وقت أن عبد به وقت لصبح مئه ما حقول لك كاسوضي قال أبو بكر وحود ما أخرجني إما صبحين إلا ما أجد وحي أن هلي معهني ومن شدة الجوع باهدرا قد مجلت يرقل لك ما أنت وحي على ملها باهد أنت إقبضتي المساجد كيسكسو آدي فقال عمر وحود وأنا والله أنيقنا الله قطعتي ما أخرجني إما صبحين غير ذلك أرنتا وحانهين أنيقنا باهل إصابح سيبو داي وقتك فبينما وقتي هما لبضا كذلك أي سدايين وأبو بكر يا عمر إذ خرج عليهما وحق صبحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحودها ما أخرجكما هذه الساعة ساعدا عين سبحي أبو بكر عمر قال وحيدين والله ما أخرجنا نمصبحين إلا ما أنا نجده عن كهلنا في بطوننا على لهين ومن شدة الجوع باهدرا أحماهني قال عليه السلام نبي وحير وأنا أنقل والذي معبود كبان قرارتي نفسي نفسدي بيده قعنتي سأي كجرتي ما أخرجني إذا مصبحين غير ذلك أرنتا وحانهين أنيقنا باهية إصابح سيوى نبي إلى أبو بكر الصديق يا عمر رضي الله عنه وقرقوا ذي وحي عنا كسوايي بنات سوي مت قوما معي نكينا بوطي النبي صلى الله عليه وسلم استاج أبو بكر عمر فانطلقوا ويصوتين فأتوا وحي أيماذين باب أبي أيوب الأنساري رضي الله عنه وكان أبو أيوب وحوها يدخر مثل ما يقول لرسول الله رسولك إلهي كل يوم ما لك استطعاما راشبه ديارين جري فإذا أبطى عنه خطوك صداه ولم يأتي إليه وصنو إيمان في حين وقته الله ترقلي أطعمه لأهله الميس سينجري فاسي حالة جيس مالك سوى إساقات ديارنا حدو النبي يمادن وعنا حدوثا إيمانين الميس سينجري فلما بلغوا
markay gaareen albaaba iridii kharajat ilayhim waxaa u soo baxday nebigii abubakar iyo cumarba ummu ayuub ayaa u soo baxday waayo abu ayuub ma joogo waqaalad waxay tihi marxaban soo dhowow binnabiyi illaahi nebiga ilaah iyo biman macahu inta la jirtada faqaala laha nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa aadaabe ayna abu ayuub aabay abu ayuub ninkii guriga iska lahaa buu su-aalay fasamica abu ayuub wuxuu maqlay isla markiiba sawta annabiyi nebiga codkiisa waayo wa kaana yacmalu wuxuu ka shaqaynayay markaa fii naklin beertimireed qariibin lahu gurigiisa u dhoweyd oo isaga u lahaa fa aqbala wuu soo qaabilay yusricu isagoo soo ordaaya wahuwa yaquul uu dhahayo marxaban birasuuli illaahi wa biman macahu soo dhowow nebiga ilaa i qofka la socdo uma kabacdi atbaca wuxuu raacsiiyey qaa'ilan isagoo hadlayo dhahaya abu ayuub yaa nebiy allahi nebiga ilaahayow laysa haadaa ma aha bilwaqti waqtigii alladii kunta tajii'u fii aad noo imaan jirtay waqtigaan waqtiaana intuu imaan jira nebiga maxaa dhacay waayo maanta faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu dhahay sadaqta runtaa waay waqtigaan ma imaan jirin laakiin wax kalaa jira waay uma kabacdi antalaqa abu ayuub waa baxay ilaa nakhiilihi beertiisii timirta ayuu galay faqataca minhu wuxuu uga soo gooyey cidaqan laan oo fiihi tamrun timir ay ku dhegan tahay wa rutab ay ku dhegan tahay wa busr ay ku dhegan tahay tamr iyo rutab iyo busr waa timirta heerheerkeeda markay ceerin tahay markay waxoogaa bislaato iyo markay xoog usii bislaato ayaa la kala yidhaahdaa rutab iyo busr iyo tamr faqaala calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu dhahay maa aradtu ma rabin an taqdaca haada inaad midkan soo goysid allaa jannayta lanaa maxaad noogu soo goyn weysay oo noogu soo guri weysay min tamari timirta maahane timirtaa bislaataye kuwan kale maxaad usoo gurtay qaala wuxuu yihi abu ayuub yaa rasuula allah axbabtu waxaan jeclaystay an ta'kula inaad cunto min tamarihi wa rutabihi wa busrihi intaba inaad cunto wala adbaxanna laka aydan neefna waa kuusoo qalaa buu dhahay rasuulka ilaahayo qaala nebigu wuxuu dhahay in dabaxta haddii aad wax noo qalayso falaa tadbaxanna ha noo qalin daata labanin midda wax nuujinaysa ha noo qalin buu dhahay nebigu caanaha u saaxiibka ah faaqada abu ayuub abaa ayuub wuxuu soo qaaday jadiyan orgey fadabaxahu wuu qalay uma kabacdi qaala liimra'atihi naagtiisii ayuu ku yidhi icjinii cajiimey cajiinkan wakhbizii lana noo muufey wa anti adiga aclamu bilkhabzi muufa dubida aadaad u taqaanaaye naag aad ugu sarraysa dubitaanka muufaday ahayd uma kabacdi akhada wuxuu soo qaaday abu ayuub nisfa aljidyi orgeygii nuskiisa fatabakahu waa kariyo maraq ahaan buu ka dhigay wacamada ilaa nisfihi niskii kale ayuu u qasday athaani ee labaad fashawaahu waa u shilay ama waa u dubay nebiga sala allahu calayh wasalam falamaa nadija acaamu cuntadii markay bislaatay wa wadica lasoo dhigay bayna yaday nebiy nebiga hortiisii wa saaxibayhi labadiisii saaxiib akhada arasuulu rasuulku wuxuu soo qaatay qadcatan gobol oo min aljadyi hilibkii orgiga ah wa wadacahaa wuxuu saaray fii rakiifin saxan wa qaala wuxuu yidhi yaa abaa ayuub baadir degdeg bihadihi alqidca gobolkan ilaa faadimata binti rasuuli illah faadima ugeey fainahaa lam tusib ma cunin ayado midla haadaa kan oo kale mundil ayaa maalma dheer iyadana wax badan hilib ma cunine gabarteeda ugeey orod buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam falamaa akaluu markay cuneen washabicuu ay dhargeen nebiga iyo labadiisii saaxiib qaala annabiyu nebigu wuxuu dhahay khubsun muufo walaxmun hilib wa tamrun wa busrun wa rutabun intaasuu dhahay wadamacat caynaa indhihiisa biyo ka soo qabtay sala allahu calayhi wasalam uma kabacdi qaala wuxuu dhahay waaladii nafsi biyadihi ayaan ku dhaartaye ina haadaa midkaan aad cunteen huwa alnaciimu aladii tus'aluuna canhu yowma alqiyaama waa naciimada la isweydiinaya maalinta qiyaama uma latus'alunna yowmaidin can innaciim tii ilaahay uu dhahay waatanaa meeshaad geli lahaydeen alla rabaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam faidaa asabtum haddaad heshaan midla haadaa kanoo kalo ilaahay nimcadan uu idin siiyo oo fadarabtum biaydiikum gacmaha aad gelisaan fiihi cuntada dhexdeeda faquuluu dhaha bismi illaah ku cuna
فإذا شبعتم هداد دركتان فقولوا لها الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل سيدا مركانها هذا صار هذا واقف كان يسنسداش قيامها لكن هذا بسنك كعنين مركا درتان حمان يبودبود معاسي أدو أذيك سدان مركا كما فكان يسان سؤاش قيامها ثم انتك بعد نهض الرسول هو استاغي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي أيوب أيوكيري ائتنا غدا برنا إمام بريت الله موضوعه وكان عليه الصلاة والسلام وحوها عاددي سنبقى لا يصنع له أحد معروفا قفونا مصميه إلا هذه الله سميه أحب وحج على أن يجازيه عليه إنه أبا القدر فسنبي وها لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك هذا الكنبي من مقلن مركي لا يربرين إمام من مقلن أبو أيوب لكن نسيب وناك فقال له عمر آيات رضوان الله عليه إن النبي أبا أيوب يأمر وحوك أمري أن تأتيه غدا إلى البريء تكتو يا أبا أيوب فقال أبو أيوب حيري سمعا وطاعا لرسول الله وأمغلي وناقعي فلما كان الغد ما ننتي كالمركي لقاري ذهب أبو أيوب صبحي إلى نبي أيوب يمت صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسولك نوحو في أبي أيوب وليدة أي جارية صغيرة قبر يبقى أخذ ميسو أشرقيسا كانت تقدمه نبي أخذ من جرتي أيوسيي وقال له حقير نبي استوصي أدردارا بها مدان خير أدردارا يا أبا أيوب فإن أنا لم نرك ما أرك منها حقيرا إلا خير ما دامت عندنا انت أكتنا جوكتي انت نلجوكت خير ما هاني ولي الحمامكم ما أركيني خير أدردارا عاد أبو أيوب حقص النقض إلى بيته ومعه الوليدة وحو ذيك بدي يرد فلما رأتها مركي أردت أم أيوب قالت وحيت لمن هذه يا أبو أيوب أبا أيوب يأسر ناطي مدان يا إسكالي قال وحو لنا أنا إسكالي منحنا إياها وحنسوسيي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حواي إلهي النبي إله يا نسوسي فقال وحيت أعظم به وينبضنا من مانح وحدة السيو وأكرم بها من منيحة وككرام بضا منيحة يسيسم معنى نبي أدو أماني فقال وحير وقد أوصانا بها خيرنا ونوصى دردار من نبي إنا غير دردارنا فقال وحير أبو أم أيوب وكيف نصنع بها سيب السمين كرنا خيرك حتى ننفذ إلا أن كفلنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم دردارك نبي إنا فلنا ربناي سي خيرك السمين كرنا فقال وحير والله لا أجد هل مايلي وصية رسول الله رسولك دردارك يسبها أيضا خيرك الله دردار معها من أن أعتقها إلى الحرين معنا إلا حرية معنا سكل أنا ما أركايو فقاد وحي تره ديت وحلقوها نوني أبو أيوب إلى الصواب سيد تصنع فأنت موفق متوافقي آياتها ثم اعتقها كبعد الوحري هذه انت صدق كسر شيكين بعض صور حياة أبي أيوب أبا أيوب نلشي صور كذي واي وفي سلمه مركو سلمه كجري ومركو دقال وحين وقريس وجوه فلو تيح لك حتى قل لحظه أما أفيرسه أن تقف إن تستاكته على بعض صور حياته نلشي صور كذي قيب كمد أو في حربه مركو دقال كجرينا لا رأيت عجلا يا طيب كيسا انت سوى انتو مقالة كنولا لكن وقت يدا دقالك حداد فيرسو ويكدرنتها عريستا فقط عاش ونولاضي أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته نلشي سيطيران تيدا غازيا أسألوا غازي الدولان كجر حتى قيل إلا ليري إنه أبا أيوب لم يتخلص كمهر عن غزوة دولان غزاها مسلمين أي دولان منذ عهد رسول الله لقصر بالله وقته عهد النبي إلى زمن معاوية إلا زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا إنه كمشغول سيهي عنها دولان كهدو كمشغول سيهي بأخرى نتكلوا كمشغول سيهي كبير إلا إذا كان منشغلا إنه كمشغول سيهي عنها دولان كالآذاي بأخرى مثل ما هني وكانت وحي أهيد آخر غزواته دولان كيسي يقدم به حين جهز مركو قلقالية معاوية جيشا عيدا بقيادة ابنه يزيد وهو قامنا يويل كيسي يزيدها معاوية ويل كيسي يزيدها أيه قامنا لفتح القسطنطينية فريتان كذا وكان أبو أيوب حوها أن وقتها شيقا قضي طاعنا أقبوبي في السن حق الدأذى يحبو وحلقها قليي نحو 80 سديتا وحلقك من عمره حق عمره
حق عمري أيو قليه وحنقول مسترينا لنا على بعض إله هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أرنت من أن ينضوي إنه إحقاله أما أكبيره تحت اللواء يزيد على كيس وستيس وعيدا كيسين وأن يمخر إنه إحجيحه غبار البحر بد هركذا غازيا أسقو الدولان قوة في سبيل الله إلى هجد كيسان لكنه لم يمض مسعى غير قليل وحساس أصيب بضنين على منازلة العدو ماله الدقنايين مركي وحي الأردنين حتى مرض إلا أحنون صدي أبو أيوب مرضا جره أقعده كفأسسي عن مواصلة القتال إنه الضغال كسي وضع فجاء يزيد أيمت ليعوده سوء الصوب وسأله وويدي وحودهاي ألك من حاجة يا أبا أيوب وحنكو قبطا معكو سمايا حاجة مرتا فقال وحودا اقرأ عني السلام إيجاسي على جنود مسلمين تعيدا كا وقل لهم كده يوصيكم أبو أيوب وحوئدين دردار ميا أن تغلوا في الأرض العدو إنا قصي وضان دلتي عدوغا إلى أبعد الغاية إلا ماش أقدم بيسي أقفك إنا الجيسات وأن تحملوه إنا القعدان معكم إذنك معدين أيو إذن أمريا وأن تدفنوه إنا تكدوكتان تحت أقدامكم لوهنا هستوضا عند أسوار القسطنطينية وماشي لفرناي ماشي مسلمين كل منايان إن المركة يقدوكتان ولفظ وحو طفي أنفاسه نفتيسي الطاهرة نظيف كاد معنا نفتي يكبح ذي ويوانتي استجاب ويأجيبتي جند مسلمين تعيدا كذا لرغبة وحو أجعلا أي أصميا صاحب رسول الله وكروا على جند المسلمين وحي كل رجال عليا على جند عدوي أسكفت هذا الكرة رجال علم بعد الكرة وكل نغضين الدولان بيكو قادين حتى بلغوا إلا إيجارين أسوار القسطنطينية وهم أيضا يحملون قاضي أو وضع أبا أيوبن معهم معقود أمركايهي أسلقوا ميد وهناك ماشف أي حقروا له وقضين قبري وواروه فيه وين كدوجين أما واكو أسترين رحم الله إلهي هؤلاء حارست أبا أيوب الأنصاري فقد أبى وادي ذي إلا أن يموت إنه كل انتماهن على ظهور الجياد فرضها كركوضة الصافنات أرد كبضا أمستح وجوغا غازيا دولان أصدقوكو إنه انتماهن وحك الوادي ذي في سبيل الله وسنه دأبي سنة تقارب 80 سديتا أي مركا ودودهي saasuu ku dhintay ninka la dhaho Abu Ayyub al-Ansari qisadiisa qisa cajiib badan ayay ahayd meeshan uga gudubnay waxaan u galeynaa saxaabiga kale ka cajiibka badnaa waa Amr ibn Jamuh ninka markaa la yiraahdo waa shaykhun